شغال. احب اوصل رسالتي الحمد لله بعد ما الثوره ما نجحت، وبعد ما نزلنا واتطحنا من الداخليه وقلنا يسكت حكم العسكر، وقلنا هيجوا هيصلحوا لنا البلد. ان انا اكتشفت اقسم بالله العظيم وانا من شباب الثوره وفضلت بقى 18 يوم في الميدان ان احنا عملنا سلبيات في الثوره اكثر من ايجابيات. يمكن السلبيات وصلت للبلد بنسبه 90% وعمت علينا بالخير الحمد لله اللي احنا شايفينه بالمواصلات، توفير المواصلات للشعب المصري، توفير رغيف العيش، توفير البنزين اللي كان بيتدلق في الصحراء، تمام، توفير الامن والامان بارتكاب جريمه قتل النهارده في مستورد، وطلب نزول محمد مرسي وزير الداخليه عشان خاطر يحققوا في الموضوع بنفسهم، بتوفير العيشه الكريمه للمواطن زي ما انت شايف كده والبهدله اللي احنا فيها، تكبير عبيد زباله. فاحب اوصل للرئيس اللي هو عهد ربنا فينا يورينا عهده مع ربنا، مش عايزين يوروا لنا معانا ايه ربنا فينا. وفر كده الحاجه اللي انت قلت عليها في 100 يوم يا عم، وفر لنا مواصلات بس، هات لنا تكاتك، هات لنا التكاتك اللي انت قلت لنا عليها. انا مش عايز منك كده غير التكاتك يا سياده الرئيس محمد مرسي. وفر لنا مكاتب الشكاوي اللي انت فتحتها وبعدها باسبوعين بالظبط نزلت الامن المركزي قدام القصر الجمهوري بتاعك عشان تطفش الناس. افتح الوول بتاع الويب سايت اللي انت نزلته، قلت عشان نخاطب المستشار الرئاسي بتاعك المشاكل بتاعتنا، قفلته ليه؟ كل اللي انت عامله دلوقتي انت بتنزل الاخبار بتاعت سيادتك ومطلوب مننا ان احنا يا اما نعمل كومنت عليها يا اما اعجاب لايك في الصفحه. لا بجد احب اهنيك على الانجازات بتاعت ال 100 يوم في اول 20 يوم لحضرتك. احب اهنيك على الانجاز انك عندنا في عزبه النخل مفيش صندوق زباله واحد يوحد الله نرمي فيه زباله، نرمي الزباله بتاعتنا قدام العمار بتاعتنا وبنشيلها احنا بنفسنا وفي الاخر بنركنها قدام المستشفيات عشان تتلم. احب اهنيك فعلا على خطه ال 100 يوم النهضويه بتاعتك. خراب باطل. شكرا.